نبتة القراص أو الحريقة كما تسمى في بعض البلدان هي واحدة من الكنوز الطبيعية التي تحمل في طياتها فوائد صحية هائلة قلما نسمع عنها. قد تبدو هذه النبتة الصغيرة التي تنمو في البراري عادية أو حتى مزعجة بسبب ملمسها، لكنها تحتوي على ثروة من المركبات الطبيعية المفيدة للجسم. دعونا نستعرض معا في هذا الفيديو فوائدها المذهلة وكيف يمكن استخدامها في حياتنا اليومية. القراص مصدر غني بالحديد وحمض الفوليك، وهما عنصران أساسيان لتكوين خلايا الدم الحمراء. تناوله بانتظام يساعد في علاج حالات فقر الدم الناتجة عن نقص الحديد، خاصة لدى النساء اللواتي يعانين من دورات شهرية غزيرة أو الحوامل. يعمل القراص كمصدر طبيعي لمضادات الأكسدة مثل مركبات الفلافونويد التي تساعد على تعزيز مقاومة الجسم للأمراض والالتهابات. هذا يجعله خياراً رائعاً للوقاية من الأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والإنفلونزا. للقراص خصائص مضادة للالتهابات تجعله علاجاً طبيعياً لالتهاب المفاصل وآلام العضلات. العديد من الأشخاص يستخدمونه موضعياً أو كمشروب للتخفيف من آلامهم، خاصة أولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي. هذه النبتة تحفز الجهاز الهضمي على العمل بشكل أفضل بفضل غناها بالألياف التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك، كما تخفف من اضطرابات المعدة مثل الحموضة والانتفاخ. هذه النبتة تعتبر مكوناً طبيعياً ممتازاً للعناية بالشعر والبشرة. يستخدم زيت القراص أو مغلي أوراقه لتقوية بصيلات الشعر والحد من تساقطه وعلاج القشرة. أما للبشرة فهو يساعد على تهدئة التهابات الجلد مثل الإكزيما والصدفية، ويمنحها مظهراً صحياً بفضل مضادات الأكسدة. تشير الدراسات إلى أن هذه النبتة تساهم في خفض مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري عند استخدامها باعتدال. تعمل المركبات الموجودة في القراص على توسيع الأوعية الدموية، مما يحسن الدورة الدموية ويخفض ضغط الدم المرتفع، ما يساهم في الوقاية من أمراض القلب. بفضل خصائصها المضادة للهستامين، تساعد هذه النبتة على تقليل الأعراض المزعجة للحساسية الموسمية مثل العطس والحكة واحتقان الأنف. القراص يدر طبيعياً البول، مما يساهم في تحسين وظائف الكلى وتنقية الجسم من السموم. يستخدم بشكل شائع لعلاج احتباس السوائل وتقليل الالتهابات المرتبطة بالجهاز البولي. تناول القراص بشكل منتظم يساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل مستويات القلق والتوتر، مما يحسن المزاج العام ويساهم في نوم أفضل. قم بغلي الأوراق الطازجة أو المجففة في الماء لمدة 5 أو 10 دقائق، وضف العسل لتحسين النكهة. يمكن استخدام القراص مثل السبانخ، حيث يضاف إلى الحساء أو الأطباق الساخنة. توجد مكملات القراص على شكل كبسولات أو مسحوق يمكن خلطه مع العصائر. يمكن نقع الأوراق في الماء الدافئ واستخدامها كغسول للبشرة أو الشعر. يستخدم لتدليك فروة الرأس لتحفيز نمو الشعر. رغم الفوائد العديدة لنبتة القراص، إلا أنه يجب استخدامها بحذر. قد تسبب الحساسية لدى البعض أو تؤثر على ضغط الدم والكلى عند الإفراط في تناولها، لذلك من الأفضل استشارة طبيب مختص قبل إدخالها إلى نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة. نبتة القراص ليست مجرد نبات بري يمكن أن تراه في الحدائق أو البراري، بل هي صيدلية طبيعية مليئة بالفوائد الصحية التي يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في حياتك. جرب استخدام القراص بطرق متنوعة، وستلاحظ الفرق في صحتك ونشاطك.